حبيبي مع مين؟ احمد بيه، اتفضل يا عم احمد. السلام عليكم يا دكتور. السلام يا حبيبي. انا عندي موضوع كده عندي. يلا. انا والدتي توفت من سنه. ايه؟ والدتي توفت من سنه. الله يرحمها وامي وموتى المسلمين. قول يا حبيبي. ووالدي عنده 77 سنه. اه. وكل يوم دول عاوز يتجوز يعني. هو عايز يتجوز؟ اوعى تقف في سكته. اوعى. اخواتي معترضين. وتدعيني تحضرني. اخواتي معترضين. لا خليني احضر بس، انا كاتب الكتاب وانا اخواتي انا معترضين اخواتي. ايوه قول لهم دكتور مبروك هيحضروا. يبقى انتوا لو اعترضتوا هقول لك يا حبيبي، بس هقول لك بالراحه خالص بالراحه. عنده 107. شوفوا كتاب الام للامام الشافعي، مجلد الخامس على الشمال قبل الاخر 1 2 3 4 اسطر. كان اسمه عبد الله قرشي. كان بيطالع في الروح وقال هاتوا فلانه هتجوزها واتجوزها. كان له غرض، ذكر الامام الشافعي في الاخر بسطرين. لحظه يا احمد، لحظه يا احمد. كان له غرض يا ولدها، هو مش كان هيدخل عريس ولا حاجه، ولكن هو عارف انه بيطالع في الروح واتجوزها عشان تدخل مع حريمه في تمن الميراث فلا تذل من بعده، لانه كان بيتصدق عليها وهو صاحي ما يضمنش اولاده هتصدقوا ولا لا. فقال اكتب عليها علشان اسيبها مستوره بجزء الميراث. دي نيه، ممكن تكون نيه ابوك زي كده او اقل او هو محتاج يا اخي، هو محتاج واحده تونسه يكلمها بالليل. له خصوصيات. الجواز مش خدمه بس، احنا نخدمك يا بابا، دي جريمه. وده من كده اللي احنا عايزين نعدله. كده ايه يا بابا؟ ده انت رجلي بره ورجل. ده اللي يجيب الاكتئاب ويجيب لابوكوا ويجيب لكم اللعنه ويضيع ثوابكم. اخواتك ما لهمش وجه، واخواتك لو معترضين باصين لحاجه تانية غير الدين تماما، انه هيجيب واحده ممكن يخلف منها عشان الراجل بيخلف قبل ما يموت ب3 دقائق، لكن الست لا، بتتقطع الدوره. حافظين الثقافه القذره بتاعت يجي لنا اخ. ممكن جدا الاخ ده لو بصينا له للزاويه الثانيه ان انا احمد. عندك كام سنه يا احمد؟ انا عندي 45 سنه. 45 سنه. اخوك ده لو ابوك خلفه السنه الجايه لما يبقى 20 ان شاء الله، يعني هتبقى انت 65 بالكح. يسندك اخوك. قال سنشد عضدك باخيك. اوعوا تقفوا في طريقه لانه هو يملك انه يقول عايز اتجوز ويتجوز وانتوا ولا يشوركوا حتى ولا ياخد رايكم. الراجل ملوش ولي يا حبيبي. ده يرتاح وتريحوه ومن بركم بيه تجوزوه. والدتي كانت سايبه بيت. دي حاجه تانية بقى. وهو هياخد البيت ويتجوز فيه. ما ده بقى نقول له بقى يا بابا قبل ما تتجوز ماما سايبه بيت بتاعها يتوزع ميراث، ولو ناب ابوك اوضه في البيت بتاع ماما فده حقه الشرعي ويتجوز فيها 4 ما دام ال4 راضيين يعيشوا في الاوضه والصاله ومنافعهم والحمام والمطبخ. ماشي يا دكتور. شكرا يا احمد، ربنا يهديكوا يهدي اخواتك يا رب. يا خبر ابيض، شفت ماما ده بيت ماما سايباه. طب ما هو له فيه الربع. لو مش مخلفها ماما انتوا ولا مخلفها من غيركم كان هياخد النص البيت. هو واخد ربع البيت يتجوز فيه. شوفوا بقى احنا، شوفوا الدنيا المقلوبه. احنا ما قلناش ايه الجمله النادره اللي انا قلتها دي الغاليه قوي عليا. ما قلناش ده حقه الشرعي، ومن حقه بعد ما تملك ربع البيت ميراثا فرضه له رب البريه جل في علاه، من حقه يبيعه. احفظوا ورايا ايه الامور المترتبه على التملك. يعني واحد تملك المج ده او البيت او الشقه او السياره، ايه الامور المترتبه على هذا التملك؟ انه يتصرف فيه هاو ببيع يبيعه، او بهبة يديه هبة لحد، او برهن كل حاجة، او بوقف لله تعالى بعد وفاته، او يحرقه ويروح النار. هو حر، هو حر. واللي اداله ده ربنا مش انت ولا ماما. انما احنا عشان هي كده نجوز بيت ماما يجي واحدة في ماما. ماما راحت. انتوا عارفين الخليفة العباسي كان في خليفة عباسي أمور عنده 17 سنة، تولى الخلافة من هنا. أمور شاب لسه عيل صغير وميراث بقى. أمه ماتت فعمل حاجة ذكرها من الأسير وغيره وكل المؤرخين، يعني قال ماما بلغتنا محدش يخرجها من الجناح بتاعها من القصر، مش هتدفن، بيتها تقعد فيه.
العلماء جوله بالليل وقالوا له الكلمه دي، انت مفكر اللي جوه على السرير دي امك؟ لا، امك راحت، ونسال ربنا انها تكون في الجنه. اللي موجوده جوه دي الرمه. حتى الصحابه قالوها سيدنا محمد النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا كيف ترد علينا وقد أرمت؟ لما نصلي عليك ونسلم عليك ترد علينا ازاي وقد أرمت؟ ما زعلش من الكلمة قد أرمت دي، يعني أصبحت رمة، يعني جثة، مش رمة يعني واد يا رمة اللي بنشتم بيها، لا رمة. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الرمة اللي جوه دي مش ماما. انت عايز تقعد ماما هنا، هي فين ماما؟ اللي موجودة دي الرمة، فكرامتها انها تتحط في التراب ترجع لأصلها. لكن امك راحت عند ربنا فأذن بدفنها. فهم، يا ريت احنا نفهم كده. فاحنا ما نقولش بيت ماما، ما عادش بيت ماما بمجرد الوفاة. نبطل بقى نقول بيت ماما. بيت ماما مين؟ ده بيت الورثة. انتقل يا حبيبي، انتقل بأمر الرحمن الرحيم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال إيه؟ قال ده مات اللي البيت الراجل الربع والأولاد ما دام معاهم بنت يبقى ذكر مثل حظ الأنثيين، وأبو اللي ميت السدس وأمه اللي ميت. اتوزع بقى كل واحد اسمه مالك، مالك الجزء اللي ورثه بقى بتاعه خلاص، هو حر فيه بقى. ابونا يرتاح، بس ربنا يوفقه يا رب ويختار واحده يعني تناسبه تكون موافقه، ماليش دعوه بالسن. السن اصله اجابه قبول، بدم هي راضيه وهو راضي، هي دي الهنا والسعاده والفرح. وابوك الحمد لله راجل دبور، اهو 77 سنه جامد يعني، صحته حلوه، ربنا يديله الصحه. ما تجيبوش انتوا اجله بالقهر. قول يا بوح. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ست صباح. ازيك يا فندم؟ ربنا يسترك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه. والنبي انت حضرتك يعني انا ليا استشاره حضرتك بسيطه، ماشي؟ فحضرتك النهارده انت بتتكلم عن الزوجه وحقوق الزوجه، واخد بال سعادتك؟ لا مش النهارده، لا مش النهارده بتكلم عن كده. ماشي يا فندم في لا اي وقت. مش بتكلم عن كده النهارده على ما فكره. انا عارفه، انا مع حضرتك على التلفزيون. انا ليا دلوقتي استشاره بسيطه بس عند حضرتك. اموري يا حبيبتي، اموري. ربنا يخليك ويطول عمرك. فالنهارده الزوج النهارده متدمر ومتبهدل، لما يبقى عنده ننوسه صغنونه ويجي كل اسبوع رؤيه والقضاه نفذوا له الرؤيه، ويجي حضرتك الام اسبوع تيجي واسبوع ما تجيش، والاستضافه مرفوضه والحاجات تبع، هو حضرتك مطلوب منه ان هو يصرف وبس، ولكن اهل الزوج لا يشوفوا الطفله ولا ان هم مثلا يعرفوا يتعاملوا معاها، لا جده ولا ده ولا ده ولا ده. وصلت يا صباح، وصلت يا صباح. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. واحد يخلف بنوته يدفع يشوفها، لا ياخد حكم محكمة. أنا بستعجب يعني إيه حكم محكمة بالرؤية؟ يعني إيه؟ سواء لده أو لده. أنا قلت قبل كده ومش حمل، لأن ده زي ما بيقولوا الفلاحين أكل عيشي، يعني شغلتي. في حد يمل من شغلته؟ ورسالة ابتغي بها وجه ربنا، نعلم حاجة. ثواب الأكباد عندنا صفر، مع إنه أسهل منه ما فيه إنك تريح كبد. يقولوا العلماء إن المياه الباردة هي النعيم. ابن عباس قال كده، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. قال النعيم شربة الماء البارد بتنزل على الكبد ترطب. إيه اللي يرطب كبد الأب ده وينفق بسخاء؟ إن يشوف ابنه من مطلقة الحياة خلصت خلاص، مفيش مشكلة، واتيفر بقى ولا هاويفر ولا بيقولوها ايه، ماليش دعوه، خلاص خلصت الحياه. بس بين ده وبين الننوسه او الولد مش هتطلق، مفيش طلاق بين الاب وابنه. الدين يقول ايه يا ساده يا محترمون؟ يقول في اي وقت، مش حكم محكمه، دي خيبه. في اني تايم عايز يشوفه يشوف، والواد عايز يشوف باباه يشوف باباه. يقول لك لو مات اموت معاه، لو دخل السجن، الواد بيقول كده على ابوه، لو دخل السجن ادخل السجن معاه. بقول له طب لو محمود بتاع الكتب والدنيا كانت شتاء قوي
قال لكم ناموا جنب الكتب. جنب الكتب دفى، وبره في الشارع برد. تنام ابوك فين؟ انا اقول له ادخل جوه وانام انا في البرد. اكباد، بغض النظر بقى هم كويسين، هم حلوين، هم عندهم دين، هم كفره ولا 66 مش دعوه. اكباد معلقه. الام لو غبيه، يا ريت ابو الواد يكون سامعني دلوقتي. الام لو غبيه كانت حرقته بالنار، كانت قالت له ايه تنيم مين اللي عمل فيا وسوى فيا وبتاع وضربته. انما قعدت تبكي، قعدت تعيط. يعني انا ماليش